مرة في الشغل كان عندي ضيوف أجانب أول مرة يجوا مصر، وكان نفسي أكرمهم وأفرجهم على مصر بالليل عاملة إزاي. فحجزت عشاء على باخرة في النيل، اسمها بالنسبة لي معروف بسبب شغلي قبل كده، لكني ما كنتش رحتها قبل كده. الحقيقة الموضوع كان يكسف ومحرج جدا، لأن لا المكان ولا العشاء كانوا قد التوقعات. وسألوني ضيوفي سؤال مباشر: انت جيتي هنا قبل كده؟ والإجابة كانت واضحة ومباشرة، وهي لأ. ومن وقتها اتعلمت إن لازم أي مكان قبل ما أودي فيه حد أكون رحته وعرفته كويس. ونفس الدرس اتعلمته في الشغل والحياة والخدمة. ما ينفعش في الشغل أدي حد تدريب في حاجة أنا ما اشتغلتهاش بإيدي وعرفت كل أبعادها وعندي خبرة فيها قبل ما أعلمها له. مش هينفع أدي لحد نصيحة في مشوار أنا ما مشيتش الطريق ده ومعرفش فين المطبات والحفر اللي فيه عشان أنصحه يتفاداها. ولو بعلم كلمة ربنا مش هينفع أتلمذ ناس وأنا شخصيا ما اتلمستش مع الكلمة وأثرت فيا وغيرتني. ولو أنا مسبح لا يمكن هعرف أدخل الناس لعمق حضور معين في محضر ربنا أنا ما دخلتهوش. مش هينفع تساعد حد يروح مكان أنت ما رحتهوش. فكرة تفكر.